ويعتبر كسر الدعم المهم اللي عند 16,700. ويعتبر يعني ممكن هما بيعملوا حركات كده عشان الناس اللي ماشية على التحليل الفني، تقولك إيقاف خسارة، خروج من السوق. وممكن تلاقي بعد كده بعد ما تبيع الأسهم بتاعتك تروح تلاقيها إن هي ارتدت تاني وحصل ارتداد للمؤشر، فأنت كده يبقى بعت بخسارة ويحصل بعد كده ارتداد. عشان كده الأفضل إن أنت تحاول ما تكونش موجود في السوق في الفترة دي. تحاول أنت أول ما توصل لقمة معينة فأنت تحاول تكون برا وتستنى لحظات زي كده عشان تبدأ تدخل على دفعات، يعني متدخلش طبعا كلك مرة واحدة. فأنت المفروض لحظة زي كده تكون برا السوق، تكون لسه هتبدأ تشتري.